كيف تسوي شربة الدجاج بالمكرونة مثل المطاعم؟ قدر على النار، نخلي القدر يسخن قليل وبعدين نضيف له ملعقتين زيت. وبعد ما سخن الزيت عندي هنا بصل مفروم ناعم جدا، ثوم مقطع شرائح، وفلفل حار حسب الرغبة. بس أهم شيء الثوم يكون مقطع بالشكل هذا علشان يطلع لكم طعم حلو. بضيفه فوق الزيت. البصل لازم يشوح تمام حتى يوصل لدرجة الحرارة. لازم يوصل معاكم للمرحلة هذه علشان تطلع الشوربة معاكم مضبوطة. أضيف الطماط، وبعد ما أضفت الطماط لازم أشوحه قليل. ملعقتين معجون الطماطم أو صلصة. أكشن الصلصة والطماط مع بعض قليل. 200 جرام صدور دجاج، ممكن نستبدله باللحم مقطع مربعات صغيرة. في المرحلة هذه لازم الدجاج يقلب مع الكشنة تمام. طبعا البهارات بسيطة جدا جدا، نصف ملعقة كمون ونصف ملعقة فلفل أسود وملعقة صغيرة هيل مطحون ناعم جدا. أقلب الدجاج مع البهارات قليل حتى يوصل معي للمرحلة هذه، يبدأ يحرق معي من الأطراف. هذا هو الذي يطلع لنا طعم جميل جدا جدا للشوربة. أضيف الماء. أضيف للبهارات الصحيحة عبارة عن 3 حبات ليمون أسود، 3-4 حبات هيل، 3-4 حبات قرنفل، وعودين قرفة وورقتين غار. ملح حسب الرغبة. وعندي هنا قليل مكرونة بكسرها بالشكل هذا. المكرونة نكسرها صغار ونحاول ما نزود علشان ما تطلع معانا ثقيلة بزيادة. أغطي عليها بالشكل هذا لمدة 20 دقيقة. والآن بضيف الشوفان. طبعا الشوفان حبة كاملة بضيفه بالشكل هذا. كمية الماء هذه تحتاج لي من كوب إلى كوب وربع بالكثير. وبرضه أغطي عليه بالشكل هذا لمدة 12 دقيقة. طبعا نغطي عليه كذا لأن لو غطينا عليه كامل بيفيض معانا يشمت فينا، فنغطي عليه كذا علشان نخليه يتهوى شوية. وهذه هي بعد ما جهزت. آخر وأهم شيء نضيف لها رشة كزبرة خضراء مفرومة ناعمة، ونسكر النار ونخليها لمدة 10 دقائق والنار طافية. في صحن التقديم عصرة ليمون لذيذة جدا جدا جدا. جربوها عليكم بالعافية، ولا تنسوا المتابعة وحركة الإكسبلور.